حلقة النهاردة هناخد لعبة جديدة علشان نحفظ بيها الجمل. لعبة غير بتاعت المرة اللي فاتت. هلو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. قول يا رب. والنهاردة الحلقة الثالثة من كورس ما اسمهاش جملة صعبة، الكورس اللي بنحفظ فيه الجمل بتاعتنا اللي بتسهل علينا ان احنا نستوعب اكتر اللغة الانجليزية. فكرة النهاردة بتتلخص في الاتي: انا هقول لك اللي انا عاوز اقوله بالعربي، وبعد كده هديك مثالين وحضرتك هتختار المثال الاصوب والاصح ما بينهم، المثال اللي ينفع يكون جملة انجليزية مفيدة. ليه بعمل كده؟ بحاول اشغل احساسك باللغة، عايزك تحبها، عاوز فراشات تطير واحنا عمالين نسمع الفيديو ده. Let's go. بص يا سيدي، اول جملتين عاوزين منهم مثال واحد. انا مش هجاوب غير لما انت توقف وتجاوب وشوف انت جاوبت صح ولا لا. لازم تعمل كده عشان تدرب احساسك. I am coming to pick you up. I am coming to pick you up. وانا عايز اقول ايه اصلا؟ انا عاوز اقول انا قادم علشان اخدك، انا جاي عشان اخدك معايا. يبقى الجمله الاولانيه تنفع ولا ما تنفعش؟ وقف كده واحسبها في دماغك. I am coming to pick you up. طيب الثانيه بقى I am coming to pick up you. to pick up you. يا ترى الأولى ولا التانية؟ أكيد الأولى. to pick you. pick بعدها you، هاخدك على طول أهو، مش هطلعك وبعد كده أقول أنا طلعت مين. يعني مش هاجي أخدك وبعد كده أقول للناس أنا خدت مين. يعني you ما ينفعش تيجي في الآخر، لازم you تيجي بعد الفعل بتاعي، لأن أنا الفعل خاص بيك أنت، فلازم أذكر وأخص بمين الأول. يبقى إذن الأولى هي اللي صح. نعمل كده علامة صح عشان نحفظ الأولى. التانية تتحفظ؟ لا، التانية ما تتحفظش، ملهاش لازمة. رقم 2 I'll do you anything ask. هو أنا عاوز أقول يا أبو السيوف؟ أنا عاوز أقول أنا هعمل أي حاجة تطلبها مني، سأفعل أي شيء تطلبه أنت مني. تعال نقول كده الجملة الأولى تاني ونشوف صح ولا لأ. I'll do you anything ask. دي الجملة الأولى، حسيتها؟ مش عارف، ممكن. اللي بعده كده I'll do anything you ask. I'll do anything you ask. ها، أنا فيهم اللي تحسها جملة إنجليزية رائعة مفيدة؟ التانية. تعالوا كده نقول التانية مع بعض تاني. التانية بتقول إيه؟ I'll do. أنا في المستقبل هعمل هعمل anything، أي شيء you ask، أنت تطلبه. ينفع أخلي you في الأول زي ما أنا عملت في الجملة الأولانية؟ أنا أفعل وأنت. عارف لو هو عيل صغير ممكن يغلط الغلطة دي وأبوه وأمه هيفهموه، ده اللي هو بيتدرب على الكلام لسه. إنما واحد بقى زيي وزي حالتك كده عاوز يتكلم، ما ينفعش أبدا يحط يو أنا هفعلك أنت. استغفر الله العظيم يا رب، أنا حاسس إننا داخلين في حاجات ما تنفعش خالص. اللي بعده تعال نعلم الأول عشان الناس ما تتلخبطش. يبقى التانية هي اللي صح المرة دي. نخش على المثال الثالث. I don't have a choice. هو أنا عاوز أقول إيه؟ أنا عاوز أقول إن أنا ما عنديش أي خيار حاليا، هنا في الوقت الحالي ما عنديش أي خيار، لا أمتلك أي خيار هنا أو حاليا. نقول الجملة الأولى تاني كده ونحسها. I don't
have a choice. ممكن تيجي مفهومة ان هي اللي انا عاوز اقوله. طب اللي بعده كده I don't have a choice here. I don't have a choice here. هو لو انت بتقرأ زي ما انا بقول لك، لو انت بتسمع كتير زي ما انا بطلب منك، فانت اكيد 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 اتطبعت في دماغك I don't have صح؟ I don't hear ايه ده؟ تحسها اصلا عمرك ما سمعتها في حياتك في الانجليش قبل كده. I don't have، انا ما عنديش. I don't have صح؟ فاذا المثل الثاني اكيد هيكون اصوب من الاولاني، فهنحفظ الثاني I don't have a choice here. لا امتلك اي خيار في الوقت الحالي او هنا. المثل اللي بعده مهم مهم مهم، ركز فيه عشان يهمني قوي اعرف انت بتذاكر ولا ما بتذاكرش من المثل ده. What the world does mean to you. What the world does to mean او mean to you. غلطت عشان هي اصلا ما تنفعش. ما هو انا خلاص بقى انا بتكلم، فهي ما تنفعش تتقال بالشكل ده، عشان كده افتكرتهاش بالشكل ده. عرفنا المثل اني فيهم الاصوب من قبل ما نبدا. اكيد التاني هيكون هو الصح. what does لما بنيجي ننطق بسرعه نقول ايه what does، خليها في الصوتيات. what does the word mean to you. what does the word mean to you يعني ماذا يعني العالم بالنسبه اليك. العالم بيشكل لك ايه، هو ايه بالنسبه لك. مش هغلط نفس الغلطه دي تاني ان شاء الله. ركز ابو السيوف. المثل اللي بعده مثل مهم، بس خلينا الاول نعلم ان اللي هيتحفظ عشان الناس ما تحفظش غلط. التاني هو اللي هيتحفظ. هنا بقى المثلين ينفعوا، المثلين صح اعرابا واحساسا وكل حاجه، ولكن انا هقول لك اللي انا عاوزه منك بالعربي عشان تختار واحد بس منهم، بس في النهايه هتحفظ لي الاثنين. خلاص، فاحنا كده عندنا جملتين الاثنين صح، بس شوف انا عاوز منك ايه. انا عاوز اقول لك تم سحب السلاح في وشي، يعني حد كان واقف وصوب السلاح في وشي بيحاول ان هو يقتلني مثلا، يعني بعيد الشر يا رب. خلاص، فهو صوب السلاح. اختار بقى انهي جمله؟ pulled a gun on me ولا pulled a gun off me؟ قول لي العربي تاني يا ابو السيوف، فكرني كده. العربي انا عاوز اقول ان في حد صوب او سحب السلاح في وشي، يبقى اكيد 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 on عليا، لان انا لو قلت pulled gun of me معناها ان هو سحب السلاح مني، خده مني، انتزعه مني. خلاص، يبقى الاولى سحب السلاح عليا، صوابه في وشي هيضربني. الثانيه سحبه مني عشان انا ما اضربوش. ذكي ابن الصرمه. يبقى الاثنين صح معانا، صح؟ يبقى الجملتين ايه ده؟ القلم خلص. الجملتين ايه؟ يتحفظوا عادي. خلاص، يا رب تكون عرفت انا عاوز منك ايه. نخش في اللي بعده. جمله جميله بحبها جدا، لما هتتكلم هتلاقيك بتستخدمها كتير قوي، يعني من الجمل اللذيذة جدا في اللغة. I've my best done. هو أنا عاوز أقول يا أبو السيوف، عاوز أقول أنا عملت قصارى جهدي، أنا لم أوفر جهدا وأتركها، كل حاجة عملتها. خلاص، طيب تعالوا نقول الجملة الأولانية كده تاني عشان نشوف هي صح ولا لأ. I've my best done. طيب الثانية I've done my best. طبعا يعني واضحة جدا، لسه قايلينها فوق ان الفعل هيجي بعدها I've done. انا خلاص عملت. done معناها انا عملت في الماضي، عملت خلاص، انجزت. I've done my best، عملت كل ما في وسعي. الجملة اللي بعدها للناس المثقفة،
للناس اللي بتحب تتفزلك على الاخرين، جبتلكوا جملة بقى ايه على هواكوا قوي من الحاجات يعني اللي استخبص خالص. انا عاوز اقول عاجلا ام اجلا. عاوز اقول ايه؟ عاجلا ام اجلا، ودي اكتر جملة هتختبر احساسك باللغة بجد. المثل الاولاني بيقول soon or later. sooner or later. المثل الثاني او الجملة الثانية بتقول sooner or later. sooner or later. sooner or later. ترى مين فيهم اللي بتعبر عن عاجلا ام اجلا؟ اكيد 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 الجملة الثانية، حتى تحسها اصلا فيها تناغم. sooner sooner or later. مين بينتهوا بالقافية واحدة؟ شعر. sooner or later. يبقى احنا كده عندنا كام جملة يتحفظوا النهاردة؟ فكرني تاني يا ابو سيف عشان ما نغلطش. عندنا 1 2 3 4. هنا بنختار واحدة؟ لا، الاتنين. 5 6 7 8 جمل. من النهاردة ان شاء الله تودع ان احنا ناخد 8 جمل بس. المرة الجاية اكيد 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 هيكونوا زيادة عن 10 جمل. اصلا كل حاجة بداية من المحاضرة الرابعة في كل الكورسز هنبدأ ان احنا نزود الكميات شوية. ليه؟ الانسان عمره ما بيوصل للنجاح الحتمي الا لو عمل اقصى ما عنده، مش اقل ما عنده، او مش اقل من الممكن. لما توصل للممكن انت كده ناجح على الحركرك. لما تعمل اكتر من امكانياتك انت كده بدأت تقرب من الممتاز. لما تكسر بقى الواقع وكل القواعد اللي الناس عارفاهم، ساعتها بس انت تبقى من الأحاد، من الناس اللي بيشار إليهم بالبنان بالصوابع. شوفك إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من كورس جديد. المثل بيقول إيه تقريبا؟ والسلام عليكم.